دلوقتي انت ممكن تعمل سيرش عن التدريب بنك الاهلي او تخش من اللينك اللي انا منزله وتخش تعمل تدريب. هنختار مثلا التدريب الصيفي لو انت في سنة تانية او تالتة، والتدريب بالخريجين 2025 لو انت هتقرر في سنة رابعة. ابلاي تحت هيظهر لنا دي شروط التقديم والاقسام وشروط التقديم. انت تكون في سنة تانية او تالتة ويكون التقديم بتاعك جيد جدا فيما فوق، ودي الاقسام بتاعتها، وده الورق المطلوب عندك اللي هو شهادة القيد وبطاقة الرقم القومي والسي في بتاعك. بس تعمل اي اكسبت هيظهر لك الصفحة دي. لو انت كنت مقدم قبل كده فانت هتحط اليوزر نيم والباسورد بتاعك اللي انت كنت مقدم بيهم قبل كده. لو انت ما قدرتش هتعمل كريت ان اكونت وتعمل اكونت جديد وتحط اليوزر نيم. حاول تحط في اليوزر نيم حروف كابيتال على حروف سمول على مثلا ارقام. والباسورد بتاعك حاول لازم 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 يكون في حرف كابيتال، حرف سمول، وتحط علامة مثلا الات او علامة شباك او نجمة او اي حاجة. بس لازم تحط الثلاثة دول، يعني حرف كابيتال، حرف سمول، وبعدين تحط مثلا ارقام، رقم مثلا ولا حاجة، وبعدين تحط علامة الات او علامة نجمة بس. وهنعيد نكتب الباسورد تاني مرة تانية. وبعدين ان انت تحط الايميل بتاعك. انا مثلا احط اي ايميل مش تفرق. وبعدين تعمل كوبي للميل اللي انت بتسجله وبعدين تنزله تحت. لما تقعد تكتبه مرة تانية تحت مش تفرق يعني، فاللي انت عايزه. بس اهم حاجة بس حوار الباسورد انت تحط بس الحاجات اللي انا قلت عليها دي عشان هتفرق اوي معاك، لان الميلتي سيستم هيرفض البتاع بتاعتك لو انت قدمتها من غير ما انا زي ما انا قلت لك. بس وبعدين تعمل ريجستير، تسجل. الصفحة دي بقى بيقول لك لو انت مثلا عايز تحط السي في بتاعك، ده هتحط السي في، هتعمل اي ونت سي في تحت اللي هي الاختيار اللي تحت، وبعدين تعمل ايه شوز، وبعدين تحط الفايل بتاعك اللي انت هتقدم بيه للسي في بتاعك. انا مثلا مثلا لو انا مش هحط مثلا هسكيب بس دلوقتي، فانا هروح عامله نو، وبعدين بعد كده انا هروح ضايفهم تاني. بس هنسكيب دلوقتي. المهم فتحنا الصفحه دي بقى، فبيقول لك هنا فوق انت بس تقول مثلا المكان اللي انت خدت لقيت منه مثلا اللينك، وهنا في على الشمال تحط اسمك بالانجلش واسم باباك واسم جدك، وبعدين تحط هنا الاسم بالانجليزي، وهنا تكتب اسمك بالعربي. اللي على اليمين دي تحط الايميل بتاعك وتاريخ ميلادك، وبعدين تشوف لو انت قدمت الخدمه العسكريه ولا لا وتعلم عليها. ضروري تكتب الحاجات الصح، ما تزودش كلام من عندك. وبعدين تحط الرقم القومي بتاعك. وبعدين اللي على الشمال دي اللي هي ناشونال اي دي 1 دي اللي بتبقى في الرقم في كود كده بيبقى تحت الرقم الصوره بتاعتك، تحت صوره الرقم القومي هتلاقيها موجوده، فانت تحط فيها. والاتنين دي انت بتحط الرقم القومي عادي، اخر 7 ارقام. فانت اهم حاجه الحته الناشونال اي دي 1 انت بتحط الكود اللي بيبقى تحت الصوره بتاعت الرقم القومي اللي هو بيبقى تحت على الشمال من تحت. وبعدين نخش هنا لو انت عندك في مشكله ولا بتاع، فانت هتحط هنا دي لو انت عندك قرايب في البنك الاهلي شغالين فيه، فانت هتضطر تقول مثلا القرايب اللي عندك دي سلسله القرايب اللي عندك. وانت لو انت عندك قرايب بتحط انا مثلا ما عنديش، فانا هكتب لا يوجد، وبعدين هعمل كونتينيو. لكن لو انت عندك قرايب فانت هتكتب بقى ايه درجه اولى ولا درجه تانية، وهتحط بيانات القرايب وتبقى اسمهم بالتفصيل. هنا بقى لو انت عايز تحط انت عايز تاخد الانترشيب في شهر 7 ولا 8 وتحدد، هتعمل اقرار انا على كل حاجه من الحد دي لازم تقراها. طيب طبعا ان هو ان انت طبعا كل البيانات دي سليمه ومفيش بيانات غلط وبتاع. وبعدين تعمل سيف اند كونتينيو. هنا بقى الاديوكيشن انت بتحط التعليم بتاعك، وبعدين تحط الكليه بتاعتك والقسم بتاعك. وهنا بتحط مثلا انت مثلا في تجاره مثلا فهتكتب كوميرس ماجور، هتلاقي في اكاونتنج، في اكاونت فرنش، في اكاونتنج
عربي عادي، فانت على حسب كليتك والقسم بتاعك. هنا التقدير بتاعك، وبعدين تعمل السنة اللي انت فيها في الدراسة على حسب بقى. انت لو انت مقدم في تدريب سنة رابعة فانت هتعمل سنة رابعة، هنا مثلا تحط تانية وتالتة. وبعدين هنا تحط graduation date، الميعاد اللي انت هتتخرج فيه او اللي هو متوقع يعني، والميعاد اللي انت دخلت فيه الكلية. لازم طبعا املى طبعا البيانات دي، هحاول ممكن نملاها اي حاجة دلوقتي. فانا مثلا هكتب مثلا طنطا يونيفرسيتي، احط هنا مثلا اي حاجة عشان بس نخش على السكشن اللي بعدها. ونحط بقى وحط نسيت احط الجرادويشن ديت. فانا احط مثلا ميعاد التخرج مثلا مثلا لو انت مثلا دخلت هتتخرج السنة دي، فانت هتتخرج في سنة 2025. انت هتكون دخلت الكلية في خلال من 4 سنين، فهيكون في 2021. والتخرج عادة بيكون في شهر أغسطس، والدخول بيكون في شهر أكتوبر أو سبتمبر. فاحنا دلوقتي دخلناه، وبعدين عشان نخش على السكشن اللي بعده. هنا لو انت اشتغلت في اي مكان قبل كده فانت اكتب الحاجات دي. لو انت مثلا ما اشتغلتش فانت ممكن تستريبها. انا استريبتها. هنا بقى لو انت تحط بقى الكومنت، تحط الفايل والسي في بتاعك والورق كل واحده هتعمل عليها علامه شيك صح من على الشمال لما يظهروا لك. فانت هتختار هنا شوز فايل، وبعدين تحط مثلا بطاقه رقم قومي، السي في، الشاتر تريد، وبعدين تعمل عليهم علامه شيك من على الشمال، هتلاقي علامه صح كلهم بس وخلاص. والحمد لله كده تم التقديم بنجاح ان شاء الله. وان شاء الله يتقبلوا كلكم في التقديم، وما تقلقوش يعني الموضوع بسيط جدا، وربنا يوفقكم ان شاء الله تبقوا حاجه كبيره. واي حد